قبل ما نبدا الفيديو زي ما عودتكم لازم اشكر الناس اللي بتعمل لي كومنت حلو او تدعي لي دعوه حلوه من قلبها، زي الراجل ده والراجل ده والناس دي والناس دول. حبايبي والله ربنا يديم ما بيننا المحبه والود على طول، ودي ابسط حاجه اقدر اقدمها لك بالدعوه الحلوه اللي انت بتدعيها لي. واسيبكم تتفرجوا على الفيديو، مشاهده ممتعه. يا مساء الجمال. النهارده ان شاء الله هنشتغل على توصيل الطلبات. توصيل الطلبات غالبا هشتغل على برنامج مرسول. هفتح مرسول، وطبعا طالع متاخر، الساعه دخلت 9 الا ربع تقريبا. في النهارده ماتشات، مش عارف بقى ماتشات ايه، انا مش متابع كوره بصراحه. فهنبتدي نشتغل على توصيل الطلبات ونشوف النهارده هنعمل كام وفي قد ايه. ادي اول طلب اهو، شنطه توصيل الطلب، شنطه المشوار كله عامل معايا 10 كيلو، هيديني فيه 23 جنيه. شكرا تشكر، مش عايزين 23 جنيه. طبعا البنزين لسه غلي من يومين، ف 23 جنيه انت بتتكلم فيهم دول ب 10 كيلو. وحتى التطبيق ازاي جايب لي اوردر استلمه من بعد 7 كيلو اهو، مش عارف انتوا شايفينه ولا لا. اوردر استلمه من 7 كيلو ومسافه التوصيل بتاعته كيلو واحده، فهو ما بيحاسبنيش على المسافه اللي انا همشيها لحد ما اخد الطلب، هو بيحاسبني على المسافه بس اللي انا هوصل فيها الطلب، والمسافه اللي انا هوصل فيها الطلب كيلو ب 23 جنيه. فلا، احنا عايزين طلب نستلمه من قريب ونوصله مسافه كويسه نقدر نكسب منها. ده عايز سجاير 3 كيلو وممكن اجيبها من اي كشك، بس انا هرفض. انا ما الحاجات اللي فيها السجاير والليكويد والكلام ده ما بشتغلهاش، يعني ما شاركش فيها. زي ما انتم عارفين مرسول بيدي الاولويه طبعا في الطلبات للناس اللي شغاله في المكاتب، وبعد كده بيديها للناس اللي شغاله شفتات حر تبع الابلكيشن، وبعد كده بيديها للناس اللي شغاله حر زي كده اللي هو مش مقيد، اللي مفيش اي حاجه بتأيده ولا شيفت ولا اي حاجه. فانا بالنسبه لهم انا اللي مش مرغوب، اهم حاجه بالنسبه له بتاع المكتب. فبيجي لي الطلب بعد ما يعدي على 3 فلاتر، فعلشان كده دايما تلاقي بيجي لنا الطلبات اللي فيها فلوس كتير، دافع فلوس كتير، او طلبات بعيده قوي، او لما يكون في ضغط وطلبات زايده عن حدهم بيبتدي ينزل لي بقى الطلبات اللي قريبه مني والطلبات اللي كويسه يعني. احنا دلوقتي هنشوف توصيل الطلبات هيعمل معانا ايه ومرسول هيمشيها معانا ازاي. وكمان في حد هنا لو انا رفضت 4 طلبات من مرسول مع مطاعم شريكه يوقف الاكونت. فمش عارف، ممكن الاكونت يتوقف قبل ما اشتغل اصلا بسبب انه بيبعت لي طلبات مش مناسبه. اهو طلب تاني هستلمه من بعد 4 كيلو وهمشي بيه كيلو، فالمسافه كلها تبقى 6 كيلو و 23 جنيه. مع ان انا دلوقتي في مكان فيه طلبات، يعني انا في شارع شبرا، عندك هنا ابو مازن وفي مطاعم وفي انس وفي بيتزا كينج وفي مؤمن، في اماكن كتير فيها مطاعم هنا، وبرضه مفيش طلبات بتجيلي. شنطة من 2 كيلو 3 كيلو زيتون 23 جنيه. لا، تاني مرة يجيلي الطلب ده. استلمها من 2 كيلو، من بعد 2 كيلو وامشي بيها 3 كيلو. طبعا غير الكسور، في كسور يعني 2 كيلو و200
3 كيلو و400، فالكسور دي مع بعض بيعملوا في الاخر مثلا كيلو. هنشوف مستر مندوب ده، بما ان احنا مركبين الصندوق يعني. طلب استنى كده، هتستلمه من بعد 9 كيلو، هتمشي بيه 3 كيلو ب 21 جنيه، تشتري معاك 7 جنيه، اقرب طلب ليك. طيب واللي تحت 6 كيلو طلب، هتمشي بيه 6 كيلو ب 24 جنيه، يعني 6 كيلو ب 24 جنيه وتوصيل طلب. وانت مطالب طبعا تتحمل مسؤوليه الطلب، ومطالب ان انت توصل الطلب في ميعاده وتخلي بالك منه. مسؤوليه الطلب كلها عليك. الكيلو مش جايب 5 جنيه، اللي هو اصلا توصيل الطلبات ده انا ما اشتغلش كيلو اقل من 7 جنيه، يعني اشتغل 7 جنيه 8 جنيه، وبعد زياده البنزين دي كمان ممكن نزوده. برنامج مستر مندوب دوت مش فاهم شايف الناس ازاي يعني، بفكر الناس شغاله على الهوا. مستر مندوب، انا عملت طلب واحد على مستر مندوب ده وما اشتغلش عليه تاني، كنت بجربه من ساعتها، هو التسعيره بتاعته ميته كده. اوردر عليه 10 جنيه بونص، استلمه من 6 كيلو رايح جزيره 100 عقبه، استلمه من الزمالك اروح ب 100 عقبه. هي مرسول بتعمل معايا كده ليه؟ يا مرسول عمال بيجيلي طلبات، يعني جالي بتاع 7 8 طلبات ولا حلو ولا واحد منهم ينفع. طب انا هفضل ماشي كده لحد فين؟ بقول لك يا معلم خلي بالك عشان السنه هتخش في الفرده. انا تعبت والله، انا النهارده ما طلعتش حاجه يا ابويا صلى على النبي. فردة الكاوتش بس اللي لمستك يا صاحبي بسيطه. اصحى الكلام يا جدي. مينفعش هنا دي يا باشا، دي تولع، دي تسخن تولع، مينفعش في الزحمه دي، توصل الحراره 95 على رجلك. بس دي ما تنفعش في الزحمه دي، ده هتلاقي رجليه بتستوي دلوقتي. يا لهوي على الزحمه، يا لهوي على الزحمه، بقالي نص ساعه ماشي ما خدتش اوردر يا جدعان، بقالي نص ساعه ماشي. نحرق بنزين اللتر ابو 15 جنيه، 3 كيلو 4 كيلو ب 28 جنيه. الخليه الطريه، ماشي يا عم الخليه الطريه، عايز طلب اسمه الخليه الطريه، ده ايه ده؟ مش ده فيلم ده باين؟ سبعة كيلو طلب من 7 كيلو، طلب استلام من 7 كيلو. انا عارف انتوا مش شايفين التليفون كويس،
بس والله اللي انا بقوله ده هو الحقيقه يعني. مديني طلب استلمه بعد 7 كيلو، ومن بعد 7 كيلو اشتري الطلب وهمشي بيه كيلو، فهو هيحاسبني على الكيلو بس. اهو طلب هستلمه من 6 كيلو من بافلو، وهمشي بيه 5 كيلو، هكسب 35 جنيه 37 جنيه 37 جنيه في 11 كيلو يعني. استلم واسلم 37، وهيقعد ساعة على ما اروح وارجع، هيقعد ساعة. بص هو انا معاه يعني لحد ما اوصل وسط البلد كده، مع ان كل المناطق دي فيها محلات كتير جدا، مطاعم كتير وطلبات كتير، بس احنا مش على مزاج مرسول بس. اهو طلب 7 كيلو همشي بيه كيلو، يصبح المجموعة 8 كيلو، 8 كيلو كلي، واربح 23 جنيه. ادي سكرين شوت اهي، اوريكم العينة اللي بتجيلي بس. شوية هوا اسرع، شوية هوا. لا والله نفس اتكتم من الزحمة وماشي بالراحة والجو حر. اهو طلب من ده رايح فين؟ كوس معقول القاهرة الجديدة، 22 كيلو ب 160 جنيه. سبيشال وهمي سناكس من وهمي. تعالى سبيشال وهمي سناكس ب 160 جنيه. ده طلب واحد من وهمي ده في شارع ثروت في وسط البلد، برضو مسافة الاستلام بعيدة، بس انا احب الاوردرات اللي زي كده. بس اوردر زي ده 22 كيلو، تفتكر الطلب هيوصل له بعد قد ايه؟ مفيش اشارة، مفيش اي حاجة، مفيش اي حاجة. مفيش اشاره، مفيش حد واقف، مفيش اي حاجه تدل على ان دي اشاره اصلا. فانت ايه، انت ونصيبك، يلا اجتهد. انا شغاله بالنهار بس الاشاره دي، فانت ايه انطلق بقى، انت بقى اجتهد. اقف يا باشا، اقف يا باشا. اهو واحد عامل له طلب ومديله 3 نجوم. المشوار بتاعه بعيد برضه، مشوار في القاهرة الجديدة في التجمع يعني. هنروح عند مطعم وهمي ده دلوقتي، هنلاقيه زحمة جدا. عايز تقف ليه انت؟ مش فاهم عايز تقف ليه؟ بيكبس مش عايزني اعدي. يا لهوي على الصفين. وسط البلد دايما كده اصلا مردومه. انت كده بتسلك علشان موتوسيكل.
عربيات بيتقدروا جامد بالاشارات دي. احنا هنخش شمال اللي جاي، وهمي جنب كرم الشام ده. شغل كل الانوار ليه كده؟ زحمه. ايه ده؟ لا يا باشا، كنسل الطلب ده. روح يا عم، روح. تجيب ايه؟ روح. انا جاي اخد شغل هنا بفلوس ومش هقف، همشي. ايه يا عم؟ والله جاي اخد طلب من هنا هكسب فيه 160 جنيه ومش هاخده. انا همشي، هكنسله. ايه يا عم؟ ده انا همشي بعد بكره. انا اصلا ايه اللي وقفني عشان ادفع فلوس اخد حاجه بيها اكل واقف الوقفه الجربانه دي؟ دي قله قيمه. بص، هو نصيحة من اخوك يعني، لو انت عايز من وهمي خليها بالنهار. بالنهار وهمي بيبقى فاضي خالص. فانت كده انت تلغي انت من عندك بقى. انا ما عنديش الاوبشن بتاع الالغاء ده. شكلها يا جدعان طلعت توصيل الطلبات دي مضروبة ومش هتظبط. بص، انا ممكن اقف هنا اخد طلبات تانية، ممكن اقف هنا اخد طلبات تانية، بس وهمي وكرم الشام والحاجات دي بالليل لا. انا قلت عادي هقف شوية والمشوار يجازي معايا عشان هو بعيد وكده، وهو بيقول لي اقف وبحسابه يعني استنى وبحسابه. قلت استنى بحساب ايه؟ ده عايز له يومين. هنا بقى انا ما عنديش الاوبشن ان انا الغي، ولو انا انسحبت من الطلب ينزلوا عليا غرامه. وحتى لو انا طلبت منه يلغي وهو قال لهم ان انا طلبت منه الغي برضه باخد غرامه. لا بجد مرسوم بقى شغال بالاكراه. بص بقى، يجيب لي الطلبات اللي في شبرا، الدقي رايح محمد فريد، بعيد جدا. الرفض تلقائيا. موقع المتجر بعيد. ايلاينر اسود هستلمه برضه من 5 كيلو. استلام من 6 كيلو. استلام من 6 كيلو اكسب فيه 6. لا يا جدعان انا هصور لكم الشاشه، والله هصور لكم الشاشه. اوردر بوبا براون شوجر وبوبا تور، وده رايح منين؟ معرفش بس مش جايب هم. معرفش. اهو سبيشال وهمي سناكس من وهمي. طلبه تاني. محدش هيوافق عليه في وهمي بالمنظر ده، ولو جه هيجي هنا برضو يكنسله. موقعك الحالي هستلمه من استاد العالم، شبه 3 كيلو 21 جنيه. رفض. الرفض تلقائيا. موقع المتجر بعيد. هو اصلا الحاجات دي ولا بيعملوا بيها ولا بيصونوا اللقمه الحلال. طب انا راضي ذمتك انت تشتغل في المنظر ده، تقبل الطلبات بالمسافه البعيده دي، او بالمطعم يبقى زحمه موت كده؟ انا والله العظيم انا بنفسي ما اقفش اشتري من مطعم عليه الزحمه دي كلها. اصل هو مش ببلاش، وانا مش محتاج خلاص، مش هموت على اكل ان انا اقف بالساعتين علشان استلم طلب، وهيعدي الساعتين كمان بالمنظر اللي احنا شفناه ده. استلام من كيلو رايح العزب ناحيه شبرا.
42 جنيه. لا هيدخلني العتبة. 4 كيلو كايرو كيتشن 35 جنيه. لا اوردر 10 كيلو اكسب 35 جنيه. ده غير الوقت. ما انت بص، اي اوردر من دول في العادي يعني، بعيد عن وهمي والحاجات الغريبه اللي شفتوها دي، اي اوردر من دول معاك ساعه، فانت 35 جنيه، فانت هتكسب في الساعه دي 35 جنيه. شوف المسافه والمبلغ، وكده كده الوقت ساعه، اقل حاجه ساعه. اهو 28 جنيه في 11 كيلو. استلم من بعد 7 كيلو واسلم بعد 4 كيلو. شكرا حضرتك، شكرا. افضل حل المرسول هو الحل اللي احنا بنعمله كده، اللي احنا ايه، ننزل الصبح ناخد اوردر بعيد يظبط معانا ونوصل معاه راكب. لكن دلوقتي اديكم شايفين مفيش كده في مصر تطبيقات شغاله على توصيل الطلبات كويسه. حبيبي يا غالي. بص انا اعدي وخايف على مراياتهم. يلا هوبا 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 هوبا. طب يا جدعان انا كده اليوم قفل معايا. انا بقالي ساعتين بلف ما خدتش ولا اوردر، فبصراحه استكفيت. قلت خلاص كده هي مش جايبه همها معايا، وقررت ان انا اروح. حبيبي يا معلم خلي بالك من الطريق. طبعا زي ما احنا بننزل الشغل وبننزل الفلوس، برضو دي مشكله من المشاكل. هو ساعات بنطلع ووقت شغل يعني، وعديت على مليون مكان فيه شغل، والحساب اتعلق مرتين وما خدتش ولا طلب في مده الساعتين دول. فبصراحه بقيت عمال افكر يعني، طب هعمل ايه؟ طب هنزل الفيديو ده ولا ما انزلوش؟ وفي الاخر قررت ان انا هنزله علشان برضو الناس تعرف ان في عيوب. يعني الناس ما تاخدش فكره ان انت تنزل تشتغل تعمل فلوس وخلاص، في برضو مشاكل. ممكن انت تتفادى الحته دي بانك مثلا تنزل في تطبيق طلبات، او تنزل تشتغل في مكتب من مرسول لو انت عايز تشتغل توصيل طلبات يعني. لكن انا عشان بشتغل حر، فطبعا انا اخر واحد التطبيق بيفكر فيه، واخر واحد بيبعت له اوردر، والاوردر اللي بيبعته له بيبقى عداه ايه على مصفى كده يعني، فلتره على 1 و2 و3، وفي الاخر ما بيلاقيش حد موزعه له الحر اللي فاتح. ما بيهموش بقى الاوردر ده بعيد عني 9 كيلو 10 كيلو، مش مهم. انت شغال حر مع نفسك فانت مش مهم. اهم حاجه عندنا المكاتب والمطاعم الشركه. دي كانت مشكله من المشاكل اللي بتقابلنا في توصيل الطلبات. علشان كده الدنيا ما بشتغلش توصيل طلبات كتير، باخد طلبات كده في وسط الشغل. ومشكله كبيره جدا في تطبيق مرسول من ساعه ما قفل موضوع الحر. فيلا معلش، الحمد لله، وربنا يعوض علينا في وقت تاني. وان شاء الله ما تبقاش دي تجربتكم انتوا كمان، ويبقى حظكم احسن من حظي ورزقكم احسن من رزقي. واسيبكم في رعايه الله، وسلام.